عملت معاكم قبل كده فانوس بالكنزايه، النهارده ان شاء الله فكره ثانيه كمان بالكنزايه، وهعمل لكم فانوس تاني باذن الله. اول حاجه انا جبت الفوم اي الالوان دي بقى حضراتكم اللي تختاروها. هجيب الكنزايه كده او هجيب الفوم بمقاس الكنزايه، تمام. هغلفها بيها بالشكل ده، طبعا الطريقه شرح نفسها خالص، تمام. بالشكل ده كده اهو، واحاول اساوي كل الفوم. هجيب بقى لون تاني برضو اللون اللي تفضلوه، وهاخد كده مقاس دوران الكنزايه، تمام. بس الطول بتاعها هيكون اطول منها بحوالي 2 سنتي بس، والدوران بتاعها دوران ازازه الكنزايه ممكن اطول منها بحوالي سنتي او حاجه، تمام. بعد كده هقسم الورقه بتاعتي بالشكل ده 2 سنتي من الناحيه دي ومن الناحيه التانية، تمام. بالعلامه بالشكل ده كده عشان خاطر ان انا هوصل هوصل الخطوط دي، تمام. بالشكل ده كده انا بعملها عشان تبقى متساويه على قد ما اقدر، تمام. بعد كده هنزل حوالي 1.5 سنتي من هنا و1.5 سنتي من الناحيه التانية، برضو هوصلها بالشكل ده كعلامه عندي يعني، تمام. حضراتكم ممكن تخلوا المقاسات 1 سنتي مش 2 سنتي، او 1.5 سنتي براحتكم برضو، تمام. حسب ما انتوا عايزين شكل الفانوس. همشي على الخطوط دي بالقطر بقى او بالمقص، ما انتوا حابين فتحت فتحه صغيره كده بالقطر وبعدين كملتها بالمقص، حسب اللي يريحكم. طريقه القص دي حسب ما انتوا ترتاحوا فيها، تمام. بعد كده هاجي اشيل الورقه بتاعه اللزق بتاعه اللون ده، تمام، او الورقه دي، وبعدين هلزقها على الفانوس من فوق كده. وزي ما انتوا شايفين او زي ما الطريقه شرح نفسها، هلزق برضو من الناحيه التانية بالشكل ده. واحاول بقى اظبطها كده على قد ما اقدر، تمام. اشد بقى الفوم بس ما شدوش قوي لان هو بيمط معايا، تمام. هظبطها بالشكل ده وهلزقها بالطريقه دي، تمام. احاول بقى اظبط الحاجات اللي عندي دي كده، تمام، بالشكل ده كده اهو. وعلى فكره لو حابين نتني التشريحات دي كده من النص تمام، زي ما هوريكم برضو دلوقتي في الفانوس التاني. بعد كده هاجي هعمل دايرتين بنفس مقاس الكنزايه من فوق بالشكل ده عشان الزقها عليها بالطريقه دي، تمام. بعد كده هجيب من اللون التاني او اللون اللي انا عاملاه، اللون الفضي ده. عملت شرايط كده عشان خاطر ان انا اعمل الايدين، وهعمل حوالي او حوالين الفانوس زي ما هتشوفوا دلوقتي، تمام. بالشكل ده كده هلزق الايد الاول، تمام. وبعد كده هلزق عليها آه الشريط ده بالشكل ده، تمام. طبعا ده نوع من التزيين وبرده بداري كل الديفوهات اللي عندي، تمام. بالشكل ده كده اهو، انا لزقتها من هنا ولزقت برده واحده تانية بنفس الطريقه. واحاول ان انا اخلي كل البدايات والنهايات على خط واحد، تمام، عشان خاطر الفانوس يبقى شكله كويس. ده الفانوس التاني اللي انا عملته بنفس الطريقه وتنيته من النص زي ما كنت بقول لكم دلوقتي. اتمنى تكون الفكره عجبتكم، لو عجبتكم لايك وشير، واشوفكم على خير ان شاء الله.